ومن طرب راسه وبدله، هذا الحلو من زعله، ومن طرب راسه وبدله، دلل بعد وازعل بعد ما عاتبك هذا وعد، بس اوفي وياي العهد، بس اوفي وياي العهد، صدقني ماكو مشكله. حساس وترف وبحسنك تفوق الوصف، أدريك حساس وترف وبحسنك تفوق الوصف، شفتك أنا وقلبي ارتجف، شفتك أنا وقلبي ارتجف، والصيف بعده أولا وجهك وبعيونك سحر، وبهواك آسرني أسر، وجهك وبعيونك سحر، وبهواك آسرني أسر، بس قول تامرني أمر، بس قول تامرني أمر، احنا نحب نقلل بعد ما عاتبك هذا وعد، بس اوفي وياي العهد، بس اوفي وياي العهد، صدقني ماكو مشكله. مساء الخير، مساء الخير. سهرة الليلة تجمعنا مع موهبة جميلة تحمل صوت مليان شجن إلى موهبة تلحين تخطط حدود الوطن، هالوطن الجريح يلي همومه ما بتخلص وشعبه بعد مرتاح، ومن وطنه إلى العالم العربي كله حمل أغنية بلاده، أغنية العراق الحبيب، وقدمها بصدق وحب وشفافية، وقدر يخلق هوية خاصة فيه ما بتشبه حدا. يسعدنا انه يكون معنا الفنان العراقي مهند محسن. مهند اهلا وسهلا فيك. مساء الخير، شكرا على هالمقدمة الحلوة الرائعة، وشكرا لك جمانة على هاي المقدمة الحلوة فعلا، وشكرا للجمهور الموجود، نحييهم، الجمهور الجاي من العراق والجمهور اللبناني ايضا والجمهور اللي يشوفنا طبعا من خلال شاشة روتانا. مهند اهلا وسهلا فيك.
نحن وصلنا صوتك ووصلتنا ألحانك قبل ما يكون عندك تواجد إعلامي، وأنت من الأشخاص اللي شوي مقل بطلاتك الإعلامية، ورح نحكي أكثر لهالناس اللي ما تعطش إنها تشوفك. في كتير ناس حبوا إنه تطل عليهم على شاشة روتانا باحتفالية مع حبي، لأنه بيشتاقوا لك، خاصة كمان أنه يمكن حركة المهرجانات العربية ببعض الأحيان قد تظلم بعض الفنانين وقد لا تظلم، يمكن الفنان بيظلم نفسه ببعض الأوقات. كل هالأمور رح نوضحها، رح نحكي عن ألبومك الجديد يلي ابتدينا من هذا الحلو. طبعا يعني في كتير من الأغنيات رح تاخذنا إلى الأغنية العراقية الحلوة، وبدي أحيي كمان ببداية سهرة الليلة قبل ما نبدأ حوارنا ونفتح كل المواضيع اللي رح نتناقش فيها. بدي أرحب بأهل الصحافة والإعلام الموجودين معنا الليلة. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ومنرحب كمان بالفرقة الموسيقية، الأساتذة الموسيقيين، أهلا وسهلا ومساء الخير تحياتي شباب، أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. جمهورنا الليلة متابعنا وناطر طلة مهند رح أبدأ معك من حلمك العودة للعراق. هل رح يبقى حلم؟ هل رح يصير واقع؟ أمتى بيصير واقع؟ العراق ملء الهدوء والأمان حتى ينعم شعبه وفنانينه بالراحة. طبعا نتمنى يعني ما يصير حلم، يعني نتمنى أن يكون حقيقة وواقع نرجع العراق، لأن تعرفين الظرف اللي مر عليه العراق يعني ما مر عليه أي بلد بالعالم. فأكيد يعني احنا في كل الجهود نريد يعني تتضافر حتى نرجع العراق، هذا العراق العظيم اللي فعلا ما لنا غيره احنا العراقيين، وإن شاء الله يرجع العراق مثل الأول، وإن شاء الله مو حلم، إن شاء الله حقيقة إن شاء الله. مهند، إمتى كنت آخر مرة بالعراق؟ يعني موضوع العراق دايما بلازم، هالوطن دايما بلازم نجومه وفنانينه، لأنه بنحس إنه العراق عايش بأغنيتكم، حتى الأغنية العاطفية بنشعر كأنه بتسرقوا كلمة العراق لتحطوها حتى بالأغنية العاطفية. يعني هالقد في وحدة حال بين الوطن وبين الصوت. يعني هو بالبداية يعني هو العراق أساسا مظلوم. يعني فإحنا لما نريد نوصل على الأقل شيء بسيط اسم العراق، هذا احنا يعني جزء بسيط نقدمه العراق، مش قد ما نقدم طبعا هو شيء قليل. فالعراق هو اساسا مظلوم في كل الاشياء، من كل النواحي انظلم. من هل فنانينه كمان مظلومين؟ فنانين العراق مظلومين. البلد لما ينظلم او ينهار الشعب كله ينهار، والفنان هو جزء من الشعب، فاكيد ينهار. مهند، كيف تتواصل مع الناس في العراق؟ بصراحة بصعوبة، بس الجمهور العراقي يعني أشبهه بالجمهور اللبناني، يحب فعلا يحب الحياة. يعني أنا شفت في لبنان يعني شعب يحب الحياة، العراق نفس الشيء، يعني يحبون رغم هاي الظروف اللي الآن بالعراق الصعبة، يحبون الغناء، يحبون يعيشون شعب متعطش للحياة، عنده إرادة قوية، ما يوقع بسرعة، حتى لو يوقع يقوم، وإن شاء الله دائما يعني هو يبقى واقف دائما مثل النخلة. إن شاء الله إن شاء الله. مهند، يمكن الفنان العراقي اللي بينحرم نوعا ما من جمهور بلده بيلاقي تعاطف كبير مع جمهور العالم العربي، ويمكن علاقة الجاليات العراقية بالخارج بتصير كتير وطيدة مع الفنان العراقي يلي متواجدين بدول أجنبية بالغرب، تلتقي معهم؟ طبعا هو الغربة، طبعا الغربة اللي تعمل هذا الحب والاشتياق هو عامل مساعد. يعني كثير من يعني الفنانين يقولون الظرف ساعد الفنان، اوكي يعني مو مشكلة، يعني فشي حلو انه الظرف يساعد الفنان. الغربة تصنع الأواصر الاجتماعية أكثر. يعني حتى يعني عندنا بالجاليات العراقية لما نروح نشوف أكثر يعني اللي يجون الحفلات مالتنا يعني عراقيين القدماء، يحبون هذا انه يسمعون مطرب عراقي جاي عابر قارة او جاي، فاكيد هذا يشكل له شيء كبير. بتشعر انه ألبوم بيصدر الى السوق دغري بيوصل للجاليات العراقية، ولا بتحسهم بعدهم متعلقين بالمخزون اللي عندهم؟ يعني مهند 26 سنة فن، اسم الله العمر، يعني انا بدي اتغير ترى عم بيقطع لي اياها من اول ما تساليني عن عمري فعلا 26 سنة يعني عمر بالفن. بتشعر انه الشهرة يلي قدرت تحققها
بتوازي وبتساوي 26 سنة فن، ولا بتشعر لا؟ طبعا لا. احنا مو قلت لك، احنا بالبدايه لما قلت لك البلد لما يتعب ابناء يتعبون، هذا طبيعي يعني، هاي حتى يعني علميا هذا الموضوع. فاحنا جزء من العراق، فاكيد يعني لما نسوي هذا الاعلام يعني هذا كله جهد شخصي. قبل ما ادخل لروتانا كانت اكو شركات، بس كانت اكو مطبات كثيره، وكانت اكو مشاكل ما نريد ندوخ المشاهدين بها. بس الان مع روتانا قدرت شويه اتنفس يعني، على الاقل هاي اول سنه مع روتانا. ان شاء الله طبعا روتانا ما قصرت، ان شاء الله تستمر على هالشيء ان شاء الله. تشعر بالفرق بسنه باول عمل بعد ما صار سنه طبعا كمان؟ شركه شعرت بالفرق؟ أكيد. بدون مجامله، مش لانه لا على لا روتانا يعني بنحب نعرف يعني بنحب نعرف فنان صار له 26 سنه بالفن، حاسس هلا اليوم وكانه في احتضان لك من الشركه؟ في فرق طبعا اكيد، لان شركه كبيره شركه روتانا، بس طبعا في ايضا يعني البث ما انصفوني به لحد الان بصراحه. البث الاغنيه لما الاغنيه صارت 3 اشهر يعني نزلت او ونص، يعني لحد الان البث ما مطني حقي كمهند محسن. يعني حتى تشعر انه لازم تنزاع الاغنيه اكثر اكثر يعني 3 قنوات تنزع باليوم مره يعني. باليوم مره؟ لا هلا بنسال متاكد اذا مليون مره. اذا مليون مره بدنا نغنيها 10 مرات بالحلقه. او انا ابن روتانا يعني، لو انا اكون مثلا توزيع ممكن، بس انا يعني ابن روتانا المفروض التركيز يكون على المطربين اللي في روتانا. يعني نحن اليوم باحتفاليه الالبوم ان شاء الله دائما في بعض الاحيان بعض الفنانين بينتظروا الاحتفال بالالبوم ومن بعدها بيصيروا يشوفوا اكثر اغنياتهم، يمكن مش لانه مع حبي هو اللي بيدفش الاغنيه لتنعرض، لا، بس بيشعر الفنان انه اعلاميا البومه ظهر للناس مرئيا، حتى لانه بتعرف تطلي اليوم على الناس على التلفزيون مهمه للفنان ومهمه كمان لاهل الاعلام والصحافه خاصه ليعرفوا شو في بقلب الالبوم. واليوم اكيد رح يدخلوا بتفاصيل البومك مهند. رح نشوف تقرير عنك 26 سنه فن، في بعض المراحل مختصرة، في بعض المراحل حققت فيها، في مراحل حسيتها يمكن واقف محلك، وفي مطارح تخطيت. لا في إحباط صار، في ترك سنتين، يعني كثير أشياء أكيد، مطبات كبيرة. رح نحكي عنها بكل التفصيل من بعد تقرير زميلتنا ميراي حكيم. ما يحب عمره خسارة، والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبية حلوة تدلل عليه. من أعماق الحزن ومرارة الألم استمد قوته واستقى موهبته، اختار الفن سلاح واجه فيه الصعوبات وتحدى فيه المحن ليحقق حلمه بالموسيقى والغناء ويرضي طموحه. مهند محسن من وطنه الجريح العراق بعمر ما بيتجاوز ال7 سنوات بعالم الموسيقى والأغنية انطلق. دخل المعهد الموسيقي بفرقة الأطفال، قدم أغنية خاصة حصد من خلالها نجاح كبير بالعراق ليبقى مستمر بهالمجال، مجال الفن يلي لليوم ورغم الصعوبات الكبيرة عنه لحظة وحدة ما قدر افترق. شارك بالحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية وبعدة مهرجانات فنية شبابية، منها بموسكو عام 85 وتركيا عام 87. التحق بمعهد الموسيقى ببغداد ليحترف الغناء بأوائل التسعينات ويلمع من بعد اسمه بمختلف الأقطار العربية. أروح وياك ما محتاج تفكير، ما أغلط وظل عمري بندامة إذا ما أخذ. عازف عود محترف، ظهرت مواهبه بالتلحين عام 85، حيث شعر بوقتها ببركان إبداعي للتلحين كان لابد من إخراجه مثل ما بيقول لتظهر أولى أعماله، وهي أغنية الجراح، لينطلق من بعدها بألبومه الغنائي الأول عزيز يلي حصد من خلاله شهرة واسعة عربية. عطشان تعبني الدرب. مهند محسن صاحب الإحساس الدافي والصوت الشجي، كانت حاله حال كل أبناء وطنه العراق، فعاش الغربة وجال بلاد عدة ليستقر في الوضع عام 87 بالإمارات العربية المتحدة،
وتحديدا بإمارة دبي لينطلق هالمرة خليجيا مع أغنية حب جنوني يلي حققت له النجاح والانتشار. ما يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى. المهرجانات والحفلات اللي شارك فيها كتيرة، من أبرزها مهرجان الجنادرية اللي كان محطة لافتة بحياته الفنية، حيث كانت المرة الأولى يلي بيشارك فيها فنان عراقي بهالمهرجان. ملحن ناجح، تعاون مهند محسن مع مجموعة من ألمع النجوم، نذكر منهم ماجد المهندس، ديانا حداد، أصالة نصري وراشد الماجد. برصيده اليوم أكثر من 106 أغنيات كلها من ألحانه. نسيني أحسن لك وأنا أحسن لي أنسى أنتي وأنا ما نسينا نقاسي. واليوم انسيني أول عمل غنائي لمهند محسن مع روتانا نحتفل فيه الليلة، فألف مبروك مع تمنياتنا بمزيد من النجاح والتألق. وانا احسن لي انسى انتي وانا ما نسينا نقاسي. على خلفية صوتك منتابع من بعد ما شفنا لمحات أو اختصار لبعض المراحل بحياتك مهند، راضي بالنصيب؟ أنا ما أؤمن يعني بالنصيب، أنا أؤمن إنه تشتغل تلقى النجاح. أي ما النصيب هذا ما. شو اللي مش راضي عنه؟ يعني في أشياء كثيرة أنا ما راضي عليها أكيد. يعني المرحلة اللي جيت بها فترة اللي طلعت بعد ال90 كانت جدا صعبة. يعني ما أريد أحكي لك شنو المعاناة اللي عانيناها، يعني مو بس أنا، حتى يمكن كثار من الفنانين، بس أنا أكثر واحد يعني بعد الفنان الكبير كاظم الساهر بعد ما طلع أنا طلعت وراه على طول. صحيح. وردنا نوصل الأغنية العراقية بالطريقة اللي نريدها إحنا، بس ما كان أكو أي فرصة، يعني فرص قليلة، ويعني ما تفتح القلب يعني مثل ما يقول. هل هالشيء بتحمل حالك مسؤولية أكثر أم الظروف ما ساعدتك؟ لا، هو طبعا مو ظروف، يعني هو ظرف، قلت لك الظرف البلد كان سيء جدا، واحنا طبعا انا اتحمل مسؤولية، اكيد لازم نتحمل مسؤولية، لأنه إذا بنفس التوقيت تقريبا الزمني اللي انطلق فيه كاظم الساهر وانت من بعده. كاظم بال 87 طلع، يعني من بعده بحوالي 3 سنوات تقريبا، 4 سنوات تقريبا، 4 سنوات. يعني نتوقع كان ممكن يكون في أكثر خطوة أكبر. يعني وين المطرح يلي حسيت حالك بعدك أسيره؟ احنا أساسا بالعراق كان ماكو صناعة نجوم. يعني ما عندنا هذا الموضوع أساسا، صناع نجوم مثل لبنان مثل مصر. طبعا هاي يعني تأذي الفنان طبعا. فيعني كاظم الساهر لما طلع بال 87 طلع إلى الكويت إلى الخليج العربي، كان عنده يعني أغاني معروفة. بال90 أنا أغاني هم عندي معروفة بالخليج وبالأردن وبسوريا، بس ما كانوا يعرفون شكلي. يعني كانوا يعرفون هاي الأغنية الصوت بس الشكل، الصورة ما بيعرفون. وهاي لحد يعني تقريبا أقول لك لحد ال 97 في ناس ما يعرفون مهند محسن شكله. لما جيت لدبي ووصلت يعني صورتي بعد ما رحت إلى شركة إنتاج فوصل. فهاي معاناة، تخيل يعني كم سنة. شو اللي عمله كاظم خليه يوصل اليوم يكون مدرسة بالفن العراقي انت ما عملته؟ الظرف. انا يعني الفنان كاظم الساهر فنان كبير ويستاهل اللي يحققه طبعا. اكيد وجه له تحية طبعا. بس الظرف اللي اجى به كاظم الساهر كان مهيأ يعني الشعب العربي مهيأ نفسيا أن يسمع كاظم الساهر، إضافة إلى مؤهلاته كونه ملحن ومطرب من الطراز الأول وفنان عنده إحساس، ويعني ما نريد نحكي عن كاظم الساهر، كاظم الساهر فنان كبير يعني. نعم. مهند، لما وصلت إلى الإمارات كان الاحتضان من الجمهور أم من النجوم، من نجوم الإمارات؟ مين كان حسيته حواليك على طول؟ لا، هو الاحتضان كان لمصلحة، يعني كان لمصلحة طبعا. يعني أنا كان اسمي موجود في الخليج، بس طبعا بغض النظر عن الشعب الإماراتي، أكيد الشعب الإماراتي نوجه له تحية، لأن هو فعلا احتضن الشعب العراقي كله أكيد. بس أنا أحكي عن شركات الإنتاج، يعني شركات الإنتاج كان أكو مصلحة،
ولا مو سواد عيوني يعني يسووا لي مثلا عقد، فسووا لي العقد فعلا، وبعدين مريت بهاي المراحل 3 سنوات مع شركة. وبعدين مين من الفنانين الإماراتيين مقربين لمهند؟ بصراحة يعني أنا يعني بحكم إقامتك بالإمارات يمكن عندك فنانين مقربين لك خارج الإمارات، لكن بحكم إقامتك في دبي يعني الفنان فايز السعيد أوجه له تحية طبعا، صديقي كلش ومن الفنان مهند، سمعنا منك ببداية الحلقة هذا الحلو كلمات كاظم السعدي، ألحانك والتوزيع لشاكر حسن. رح نحكي أكثر عن موهبة التلحين يلي هي واضحة تماما، مش بس عندك، يعني غالبية الفنانين العراقيين عندهم هالصفة بتلازم اسمهم، مش كلهم المطرب والملحن، مش كلهم. يعني خلينا نقول في محاولات لبعض المطربين، بس يعني كملحن كاظم الساهر هو فعلا ملحن كبير. لما نقول ملحن يعني ملحن، الباقيين انا ما اعرف يعني بالنسبه لي. انت من الباقين ولا من ميلة كاظم؟ انا وكاظم الساهر، انا يعني الجمهور يعرف انا ملحن من اول ما نعومه اظافري، يعني انا ملحن صحيح. بس قصدي في محاولات، في فرق. هاي دائما يسالوني حتى يقولون المطربين العراقيين هم اكثرهم يلحنون، يعني اذا اللي يلحن مرتين او 3 هاي محاولات يسموها. محاولات كيف بتشوفها؟ محاولات لحنية جيدة، ولكن هل يستمر على هذا الشيء بعد 20 سنة؟ هذا السؤال ينطرح. هل يكرر نفسه يعني؟ أكيد. هل كررت نفسك؟ طبعا لازم. طب ليه ما بتطلع من عباءة إذا ما كرر نفسي إذا أنا مو لحاني هاي. يعني أستاذ كاظم شفنا له تجربة مؤخرا تعاون فيها مع ملحن آخر، كيف بتشوف هالموضوع؟ أنا ما أعرف، شيء غريب بصراحة. يعني أنا أعرف كاظم الساهر يعني أساسا رافض فكرة أنه واحد يحله، وفعلا هو من حقه أن يرفض، لأن أنا لما يجيني ملحن أريد ألحن لملحن مثل كاظم الساهر راح أشوف صعوبة، كيف أعطيه يعني راح أدخل في اختصاصه، كيف أعطيه شو أعطيه حتى يرضى. ونفس الشيء بالتالي بالمقابل أنا لما يجيني ملحن مطرب يريد يعطيني لحن راح يلاقي صعوبة، لأن أنا مو بسهولة أقتنع. طيب كيف شفتها غريبة؟ شو بتحكم على هالفكرة؟ ما حبيت؟ كيف؟ حبيت الفكرة؟ ايه؟ لا ما حبيت الفكرة. لأن اللحن اللي يعني اللي قد صار ويا كاظم الساهر عنده لحن أحلى منها. شو اللي يعني ما صار شيء. ما حسيت إنه أضاف له يعني. بعدين في موضوع بالألحان يقول لك أنا راح أعطيك لحن يناسبك. أنت ما عملت شيء، إذا ما غيرت لونه لازم تعطيه شيء مغاير مختلف. طبعا يعني هواية ملحنين يجوني لمطربين يعطون يقولوا له حاعطيك ملائم إلك هذا. لا يعني إذا أعطيته ملائم ما عملت شيء، ما راح تغير من لونه. بشعر من حديثك مهند وكأنه مرفوضة عندك تماما أنك تتعاون مع ملحنين آخرين. أتمنى يعطوني، أتمنى ملحن. ليه ما صار لهلا؟ ما يقدرون. شو ما يقدرون؟ يعني ما يقدروا يعطوني مثلا لحن يرضيني علي مهند محسن. حاول. أنا ما حاول، هم لازم يعطوني. حدا حاول منهم؟ أي ملحن حاول إنه يعرض عليك إنه أنا بلحن لك؟ في ملحنين شباب يتصلون بي ولما أسمع اللحن شوف اللحن هذا الآن ملحنه قبل 15 سنة، يعني ماكو شيء جديد يعني. يعني أنا أقدر أعمله، ليش دا أخلي اسمي وكأنه في أنانية بهالنقطة شوي. لازم تصير أنانية. إذا في مطرب ملحن يجي يلحن لي الآن قدام مع حبي قدام الجمهور، إذا يريد يعطيني لحن واقتنع به أخذه، إذا فعلا عجبني وذا يغير من عندي شيء. رح نحكي يعني فتحنا هيدا المواضيع في كتير من النقاط اللي حابة أغوص معك فيهم أكثر نظرا لموهبتك التلحينية اللي ابتدت من الثمانينات. يعني أنت مش ملحن اليوم، لا أنت ملحن ومطرب انطلقت من البداية. وأكيد رح نحكي ببعض يعني الجوانب يلي أثرتهم، لكن بالجزء اللي جاي حتى ما يكون كل المواضيع بأول جزء لنعطي كمان مجال للألبوم الجديد إنه نغني منه. رح نغني ما تسوى شيء كلمات كريم العراقي وألحانك مهند، التوزيع لأسامة سعيد. في شيء بدك تحكي عنه بهيدي الأغنية وتعاونك مع كريم العراقي، لأنه التعاون التوزيع هلأ رح نحكي عنه بالجزء الثاني. طبعا نوجه تحية للشاعر الكبير كريم العراقي. إذا شفنا
كريم العراقي أنا وياه يعني في خصوصية يعني خاصة بعملي مع أنا ما يعني ما أخذ أي شيء من كريم. يعني كريم يسمعني فمرات يعني ما أقتنع ومرات أقتنع ومرات أقتنع بشيء وبعدين أرجع أغير رأيي. بعدين نوصل إلى مرحلة أنه نقعد ونجلس يعني ونسوي جلسة عمل، وفعلا يطلع دائما في كل الأغاني اللي قدمتها من خلال مسيرتي الغنائية. عندي يمكن 5 أغاني لكريم العراقي، كلها قاعدين عاملين شيء جديد، فكرة جديدة. كل فنان عراقي كان ضيف عنا لما نذكر كريم العراقي بيقول نفس الموضوع، انه في خصوصية بتجمعني بكريم، وكأنه كريم أصبح جزء لا يتجزأ من كل فنان من العراق. مو بس كريم، أنا أكيد في خصوصية، بس كريم العراقي لأن بحكم تعامله مع كاظم الساهر لازم يعمل بهالشكل. فأكيد أنا عندي يعني مثلا الشاعر غازي السعيد صديقي ومقرب، طبعا أوجه له تحية طبعا. نفس الموضوع من بداية يعني حياتي الفنية ولحد الآن، لما نشتغل نفس الشيء. شلون كريم العراقي مع كاظم الساهر، لما نريد يعطي له مطربين آخرين ما يلاقي النجاح اللي المطلوب. مع انه في اغنيات نجحت لكريم مع غير اصوات. اي بس يعني خصوصية، بس اكثر بتشوف هيدا الثنائي انجح يكون مع كاظم وكريم، يعني هيدا الثنائي الانجح. انا احاول ان اكون ثنائي لما يجي كريم، احاول ان اكون ثنائي ناجح. لان بطبيعه الحال لما يعني الشاعر الخاص مالي اكيد راح يعطيني كل اللي عنده، بالتالي تبقى الكلمات الباقيه هي يجوز ما يعجبه، مرات اراء يعني اكو نص ما عجبه فلان يعجبني الي. حلو. على كل حال واضح من صراحتك انه رح ندخل بمواضيع كثير مهند. انت دغري صريح ومثل ما بيقولوا نحن بتحبين الصراحه؟ اي طبعا، مين ما بيحب الصراحه. اهلا وسهلا فيك. على كل حال رح نغني هلا ما تسوى شيء، ومن بعدها بنستقبل ضيفنا وبنفتح الحوار على عده جوانب. بتفضل مهند، كلنا سمع لك. سمع لك.
لكن صحيت ابتعد عني روح لسه انا ما شفيت لسه خضار الجروح غلطة لكن صحيت ابتعد عني روح لسه انا ما شفيت ولسه خضار الجروح عشقتك هدت كياني صعبة احتم لك ثواني انت تلعب وانا عاني لا شعور ولا احساس ليش اتعب ليش اقاسي انتهت كافي خلاص انت تلعب وانا عاني لا شعور ولا احساس ليش اتعب ليش اقاسي انتهت كافي خلاص والله ما تسوى شي ويا حبي عليك انسى لمسة ايداي كل شي يربطني بيك انت مغرور واناني منين جابك هذا زماني انت تغدر وانا صبر والعذاب وياك طال انت تجرح وانا سامح نستمر هذا محال انت تغدر وانا صبر والعذاب وياك طال انت تجرح وانا سامح نستمر هذا محال سهرة مع حب الليلة مستمرة مع ضيفنا الفنان مهند محسن، وأكيد احتفالية ألبوم انسيني. هالعنوان بنقز انسيني أحسن لك. ما في عاشق موال هان وتعبان. إيه بس انسيني يعني قطع الأمل خلص يعني. كلهم العشاق معاناة عندهم. وأنت هيك بتعاني؟ أنا؟ إيه. لا. لا أخذت معه شوية وقت عرفتي؟ لا ليه؟ لا يعني المعاناة يعني طبعا هو من الحب. تيجي المعاناة من الحب ومن بس هي الزعل. فيها نوع التهديد شوي. هاي انسيني احسن لك. سمعان مشكل يعني وهيك. كثير عجبتني لما اعطاني اياها الشاعر، اوجه له تحيه سليمان محمد. كثير عجبني الحبكه مالتها والموضوع والقساوه، بس في قساوه حنية. في احترام، قساوه باحترام. حلو كثير يعني حلو. حتى لما سمعين الكلام فعجبني الموضوع. في ناس لما يعني ينسى احد يعني يدمره بالكلام، بس هذا اعتبرته قساوه باحترام. على كل حال رح ندخل اكثر بتفاصيل هالاغنيه واغنيات اكثر من الالبوم، وضيفنا رح ينضم لنا بهيدا الجزء. خلينا نتعرف عليه قبل ما ينضم. إلى جانب الكلام الجميل، اللحن الراقي والصوت القادر، بيشغل التوزيع الموسيقي اليوم دور مهم وكبير لإظهار وإبراز الأغنية بشكلها النهائي وإعطائها لمعتها الخاصة. هاي هي المهام يلي بتوليها ضيفنا الليلة الموزع الموسيقي أسامة سعيد. حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون عام 97، ابتدى العمل بمجال التوزيع الموسيقي مع الفنان حارب العمري بأغنية يا حي. تعاون مع مجموعة من الفنانين بنذكر منهم عبد المنعم العامري، وليد إبراهيم، وفنان العرب محمد عبدو بعمل خاص، إلى جانب التعاون يلي جمعه طبعا بضيفنا الليلة مهند محسن بأغنيتين، وهن انسيني أحسن لك ووالله ما تسوى. الموزع الموسيقي أسامة سعيد، أهلا وسهلا فيك. ترحيب بالموزع أسامة سعيد، أهلا وسهلا فيك ضيفنا الليلة بمع حبي.
أهلا وسهلا فيك أسامة، مساء الخير. أسامة مساء الخير. كنا عم نحكي عن المشكل لما بتقول انسيني أحسن لي، كأنه في تهديد. حاسة عندك مشكل هيك طالع منه، ولا محقوق وعليك يعني عتب أو زعل في بوجهك مشكل هيك على الدخلي دغري؟ من أولها. هو الحقيقة يعني شوية في مشكلة بيني وبين حد قريب، مراتي حبيبتي يعني. شوف مشكلة بيني وبين مراتي حبيبتي. خلص صالح يعني خلص ما في مشكلة. بس فببعت لها تحية طبعا وبصح على الهواء. ظاهر انك انت المحقوق، يعني عليك الحق الهيئة، يعني انت اللي مزعل. والله يعني انت عارفه بقى يعني شويه الحريم لا دخلت. لا شويه منا وشويه منا اكيد لازم من الطرفين. يبقى الاغنيتين اللي قام بتوزيعهم بدنا نغير عناوينهم ومضمونهم، لانه وحده بتقول انسيني احسن لك، وهيدا الوضع ما بدك لا فيه هي انت. يعني مش والله ما تسوى شيء، يعني نخليها انت الدنيا ما تسواش من دون حاجه من غيرك يعني. خلص راح المشكل واتفقنا، وهلا بدنا نغني لك كمان بعد شوي. من حيي عم بتتابعنا الليله. اهلا وسهلا فيك اسامه. اسامه، اوقات التوزيع الموسيقي بخربط الاغنيه، بيلخبطها، واوقات بيحليها. طبعا. حاليا اذا بدك تطلع على حاله التوزيع الموسيقي، عم بخربط اكثر ولا عم بحلي اكثر الاغنيه؟ والله هو حسب موهبة الموزع نفسه، يعني في ساعات بسمع اغاني بتعجبني جدا يعني، بس بيبقوا موزعين محترفين فعلا يعني. يعني انما ساعات بيبقى في موزع تاني ممكن يبوظ الاغنية، يحطها في حتة تانية خالص، يوديها في مكان تاني خالص. فهي الموهبة طبعا بتفرق يعني. مهند ملحن وعنده موهبة. التلحين بيتطلب موهبة، ويمكن كمان البعض بيقولوا دراسة، لكن الموهبة بتجي بالدرجة الأولى. الكتابة ببعض المطربين ممكن يكون عندهم خواطر يكتبوا، وفعلا ممكن موهبتهم أو هالخواطر اللي عندهم تترجم لنصوص غنائية وتنجح. هل الموزع الموسيقي بيبقى مطمن أكثر؟ لأنه التوزيع الموسيقي بده دراسة أكثر. يعني ما فيش حد حيقرب لكم من المطربين ويقعدوا يوزعوا موسيقى، رح يلحنوا اوكي، رح يكتبوا اوكي، بس توزيع لا. هو هقول لك يعني تجربتي مع مهند، وانا بعتز طبعا بالتجربه دي. وانا بشتغل معاه كنت مطمن، وفي نفس الوقت مسؤوليه عليا يعني هو مطرب حلو جدا ما شاء الله عليه، يعني بحب صوته قوي يعني. وفي نفس الوقت هو ملحن شاطر جدا كمان، فكانت مسؤولية. وفي نفس الوقت مطمن ان ساعات مثلا تدخله في حاجات معينة مثلا في الموسيقى بتاع يعني تبقى في مكانها جدا. يعني في موقف حصل بيني وبينه مثلا في أغنية انسيني، كان عايز يضيف جملة قبل الغنى بتاعه. فالجملة ديت خدتها الأول خدتها إنه يعني فاجئني بيها. فما كنتش محاطط لها. غريبة كانت يعني. بس بعد ما سمعتها تاني مرة أو ثالث مرة عجبتني قوي يعني. وعجبت الناس كتير قوي. خليها حلو. هلا هو حاطط عينه على التوزيع كمان، بكره بنشوف البوم كلمات والحان شكله واخراج كمان. مهند محسن. لا جمالا بصراحه يعني الملحن اذا يكون فعلا يعرف بالموسيقى وهو عازف بروفيشنال، راح يضيف للموزع، لان الموزع اذا ما تعطي فكره ممكن مثل ما قال اسامه يتعب الاغنيه. بس لازم تعطيه خطوط عريضة، والباقي الإبداع هنا يجي الموزع كل ما فهم الملحن والملحن يفهم الموزع راح يصير عمل متكامل. وصار مع أسامة قعدنا جلسات هواية احنا يعني قبل ما نوزع الأغنية. فالجملة اللي يقصد عليها قبل الغنى كانت، فهو أول ما سمعها قال غريبة يعني. قلت له ضبطها ويا الموسيقى، وبالتالي شوف النتيجة. لما شاف النتيجة طلعت فعلا هي مثل ما قال أسامة، فعلا هي حلوة، طلعت كلش يعني بالزبط. أضافت شيء يعني. وعجبت حتى الموسيقيين اللي كانوا بيسجلوا يعني.
كانت فكرة. فكرت كانت فكرة. بالظبط. حلو كتير. تعاونكم سوا. أسامة مصري ولكن مقيم في دبي. في دبي. كمان. ليه مقيم في دبي؟ وهل إقامتك في دبي يعني إنتاجك أقل بيكون كتوزيع موسيقي؟ لو كنت موجود بمصر، وبتعرف الحركة يمكن بمصر أكثر وأشمل، وكتير فنانين بيسجلوا يمكن وبيتلاقوا مع ملحنين في مصر وشعراء وموزعين. والله وانا قلت اجرب ان يعني برضو فكره مراتي، يعني ان احنا نجرب في دبي، لان كان اهلها عايشين هناك. فقالت لي بدل ما يعني الاجواء الفنيه بتختلف يعني من بلد لبلد. لا، هي كانت الفتره اللي انا كنت قاعد فيها في مصر كانت شويه مقفوله على موزعين معينين. قبل المرحله قبل الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بقى في موزعين كتير، بقى في ملحنين، الموضوع فتح كتير، حتى شعب اكتر، حتى في لبنان وين ما يعني. كان. صحيح. بالظبط. صحيح. فقلت اجرب اخرج بره، وانا شويه بحب الموسيقى الخليجي، اوكي يعني قلت فعلا فادتك هي هاي التجربه. اكيد طبعا. اكيد طبعا. مهند، لو اليوم بدنا نعمل مهرجان غنائي في العراق، لنقول انه العراق اليوم هادئ وامن، وان شاء الله يا رب قريبا يكون في مهرجان غنائي كبير، ومن كل بلد نجم بده يغني بهالمهرجان، نقي لي اصوات من كل بلد يمثلوا بلدهم بهيدا المهرجان داخل العراق. بما انه عم نحكي عن البلدان، ذكرنا دبي ومصر والعراق. يعني من كل البلدان العربية، يعني خلينا نختار 5 من لبنان ومصر ومن دول الخليج. يعني من لبنان أكيد فضل شاكر. فضل شاكر. طبعا. طبعا. من مصر؟ من مصر طبعا شيرين. والله احنا قريبين على فكرة. من ننتقل شوي إلى دول الخليج. من الإمارات. طبعا أنا كلش أحب. لا مش موافق. انتوا عم بتقولوا اسم هو مش موافق. لا بالعكس، هم هذا مو يعني انه هم يعني بالعكس هم مبدعين كلهم، بس في اكو شيء يعجبني ايه يعني بيوصل لك اكثر. ميحد حمد طبعا. ميحد حمد اكيد. من الكويت. من الكويت عبد الله رويشه طبعا. عبد الله رويشه. من المغرب العربي كتونس، الجزائر، مغرب مثلا، لحتى نكون ذكرنا المغرب. يعني بصراحه في انا رحت المغرب، في فنانين يعني عظماء في المغرب، مع الاسف ما معروفين في الوطن العربي. نعم. بس بالمغرب يعني ما اتذكر مطرب. المغرب العربي، تونس، جزائر. من تونس طبعا صابر الرباعي، فنان كثير يعني. بيطلع مهرجان. ومن العراق مين بيطلع يمثل العراق؟ من العراق كاظم الساهر. رح نتابع بتسميات، لكن لنشوف يعني لوين كل واحد ذوقه بياخده الى. يعني مهند اختار هالاصوات، يمكن الاصوات بتوصلوا، يعني قادرين يوصلوا بشكل حلو. اذا بدنا نطلع على التوزيع الموسيقي اسامه، من زملائك الموزعين يلي موجودين بمصر، في تواصل معهم؟ تعرفون شخصيا، بتتحاكوا، بتتواصلوا سوا؟ اكيد طبعا. مين الموزع يلي هو عامل فعلا يعني ما بدي اقول خبطه في التوزيع، لكن قدم شيء جديد وحط لنفسه خط في التوزيع مختلف عن الباقي؟ هو انا من زمان، من زمان الحقيقه بحب الفنان الكبير وليد فايد. يعني وليد فايد يعني من الناس فعلا اثروا فيا واتعلمت منه كتير الحقيقه، ما انكرش يعني. في اصحابي كتير بقى، حازم رأفت، في يعني في احمد ناصر، حاتم داوود، مدحت خميس، في شباب كتير اصدقائي. رح نسمع هلا انسيني، على نرجع نتابع حديثنا معك. انسيني خلينا نذكر انه طبعا الحان مهند، خلينا نبدا بالالحان بالاول. الحان مهند، كلمات سليمان الحمد، والتوزيع لك اسامه. كنا سمعنا قبل
وما تسوى شيء يلي هي كمان توزيعك. أخذت الأغنية إلى الجو العربي المقسوم إلى الشرقي في التوزيع، كنت قاصد تاخذها إلى هالجو، يعني أنت بيقرر الموزع الموسيقي مع الأغنية العراقية مثلا إنه ياخذها إلى جو عربي أو إنه يعطيها محليتها؟ لا هو بناء على شو؟ بناء على ان مهند قال لي ان دي هتبقى مقسوم، واخترنا انا بما اني مصري يعني فزي ما قلت قبل كده فرتانة اللي هو اعطى العيش لخبازه يعني ما بدي اقاطع بس هي الفكره كانت فكره الاغنيه، انا خال في بالي المقسوم. يعني ردت اسويها عربيه للبنان لمصر، يعني الاجواء العربيه. فبصراحه لفت نظري اسامه يعني كم اغنيه لفت نظري، مع العلم هو موزع كان خليجي. بس لين مصري طبعا، هو الاساس عند المقسوم مصري. هو انا كنت بعدت شويه كمان عن الموضه في الاصوات في لان المقسوم بالذات ليه خبايا كده في الاصوات فقلت له الاغنيه دي مش هتبان غير لما انزل مصر، مش هينفع نعملها هنا بس. بدها الروح المصري لازم بالاصوات ونزلتوا وعملتوها في مصر. بالظبط بكمانجاتها وكله. انسيني رح نسمعها هلا منك مهند، وبنرجع بنتابع حديثنا كمان مع اسامه ومعك. تفضل. انسيني احسن لك وانا احسن لي انسى، انتي وانا ما نسينا نقاسي، لا صار قلبي بموانيك مرسى، اكيد مالك في محيطي مراسي. انسيني احسن لك وانا احسن لي انسى، انتي وانا ما نسينا نقاسي، لا صار قلبي بموانيك مرسى، اكيد مالك في محيطي مراسي. انسيني احسن لك وانا احسن لي انسى، انتي وانا ما نسينا نقاسي. انسيني احسن لك وانا احسن لي انسى، انتي وانا ما نسينا نقاسي. تجلدي بالصبر عند المقاسي، أحلامنا يا خرسة العين خرسة، إن ما لزمنا الصمت صار التباسي. إن ما جفاك الوقت لابد يقسى، تجلدي بالصبر عند المقاسي، أحلامنا يا خرسة العين خرسة، إن ما لزمنا الصمت صار التباسي. انسيني احسن لك وانا احسن لي انسى، انتي وانا ما نسينا نقاسي. انسيني احسن لك وانا احسن لي انسى، انتي وانا ما نسينا نقاسي. صار
حتى المحبة قدرها فوق راسي. لا تقولي كيف وشلون ننسى، إن ما حصل نسيان يحصل تناسي. لفي عيوني عن الوقت ما انسى، حتى المحبة قدرها فوق راسي. لا تقولي كيف وشلون ننسى، إن ما حصل نسيان يحصل تناسي. انسيني أحسن لي وأنا أحسن لي أنسى، انتي وأنا ما نسينا نقاسي. انسيني أحسن لي وأنا أحسن لي أنسى، انتي وأنا ما نسينا نقاسي. واضح أيضا من التوزيع الموسيقي أسامة، وأغنية حبوها الجمهور كمان مثل ما عم نشوف تفاعلهم. أسامة، واضح من التوزيع الموسيقي بأغنية انسيني إنه في آلات يعني بتدخل مع بعض، كل آلة بتبرع بمكان ما بالتوزيع. إذا آلة الجيتار لحالها، آلة الإيقاعات أو الكمنجة أو الناي، يعني كل آلة وين بتبرع؟ أنت بتعطي دور للناي يقول السولو، أنت بتعطي دور للكمنجات، كل آلة وين بتبرع بالتوزيع عامة؟ حسب الجملة الموسيقية طبعا، أو حسب يعني مود. لما بدخل في مود الأغنية نفسه بيفرض علي، يعني تفكيري بيفرض علي أن ده مناسب، يعني الآلة دي لو دخلت. يعني بتلحق إحساسك بالآلة، ولا الآلة شو ممكن تعطي إحساس بهالجملة؟ وين؟ هو ساعات بنتفاجئ في الاستوديو مثلا ان بلاقي الآلة دي اوكي، يعني او السولو مثلا متسجل من 3 آلات، ناي قانون وكمانجا. فالاول كنت هخليها سولو لوحده يعني، فقلت لا، اخليهم 3 مع بعض ويعزفوا ويوحدوا اللاب، يبقى يطلع الموضوع كويس يعني. قد ايه بيلعب دور مهم احساس الموسيقي اللي عم يعزف؟ الجملة طبعا، الجملة الموسيقية لما بتعجبه يعني الحمد لله، يعني بحب أعمل جمل موسيقية كويسة تعجب الناس وتعجب الموسيقيين أولا يعني. فلما بتعجب الموسيقيين خلاص يبقى هبقى عارف إن الناس هتعجب الناس يعني. دايما الموسيقي أو العازف ترمومتر للغنية، يعني كتار من الفنانين، ما بعرف كمان مهند بدي رأيك بهذا الموضوع ما أنك ملحن كمان، بيشعروا إنه الموسيقي صعب إرضائه، صعب إرضاء الموسيقي. اي طبعا. هاي يعني تصير مع كثير من الفنانين الان، يعني حتى معي تصير. بالتالي يعني ان ترضي الموسيقي صعب. بالتالي الجمهور مو مثل الموسيقي، الجمهور ذوقه بسيط، الموسيقي ذوقه عالي، حتى الفنان. يعني انا بصعوبه يعني يرضيني لحن او مطرب، بس الجمهور بيستوعب، يعني بيمتص المادة بس هو بتفاصيل. يعني الذوق هو عمر تربية من البداية. اللي ذوقه عالي تلقيه حتى من هو طفل يسمع أغاني فيها عمق، فيها إحساس. تلقيه هذا من يصير عمره مثلا 20 سنة، تلقيه هذا يعني ما يرضى بأي شيء. بس اللي تربيته الذوقية، اللي يتربى على الموسيقى، اللي ما يتربى على الموسيقى تلقيه بسيط، ذهنه بالذوق بسيط. فالموسيقي هو أساسا من بدايته يعني ومتذوق. أنا بالمناسبة على فكرة الموسيقى بتوع الأغنيتين دول يعني 90% مهند، يعني مهند هو اللي عاملهم. بس اللي عاملهم شو يعني؟ اللي عازفهم؟ لا، هو اللي ملحنهم كمان الجملة يعني. أنا الجملة يعني عايز أقول لك بالحقيقة، يعني لو ما كانوش عجبوني كنت هقول له لا هنغير يا مهند يعني. وانا قلت لك اذا ما عجبوك نلغيهم. فلقيتهم في الموضوع، يعني انا بحب اهتم في الحته دي قوي يعني. واضح من التفاصيل، يعني بتهتم بتفاصيل، والموزع يمكن هيدي
الاساس عنده يهتم بتفاصيل العمل، لانه لازم. بدع كل عشان كده آلة كنت بدها بقول لك تتوظف بمحلها. انه ملحن ومطرب، فكانت مسؤوليه ان انا لازم اعمل حاجه كويسه يعني. التوزيع لازم يحاكي اللحن اكثر ام الكلمه؟ الاثنين. الاتنين. ساعات كلمه معينه لازم تتحط في مود معين يعني، فلازم بيبقى قدامي كمان الكلام يعني. في قاسم مشترك بيجمعكم، هو فنان العرب الاستاذ محمد عبده، يلي بنحييه وان شاء الله الله يطول طبعاً. عمره. تحية كبيرة جدا. هرم طبعا بالموسيقى والغناء. ضووا عيونكم اثنيناتكم لما بنذكر فنان فنان العرب، كبير لانه فعلا هو اضافي لاي عمل من وضع اسمه فيه. بدي اسمع منكم اثنيناتكم كيف كانت التجربه مع فنان العرب محمد عبده. مهند، من خلال مشاركتك غناء بأنشودة العرب الأوبرات اللي كان كمان لفنان العرب محمد عبده، وأسامة من خلال التعاون يلي كمان تم معه. مهند أول عراقي يغني في أوبرات الجنادرية، صحيح؟ طبعا هي كانت تجربة مهمة جدا وأنا أعتز بها، وأوجه تحية لفنان العرب الفنان الكبير محمد عبده أكيد. كان الموضوع أكثر من فني بس. كان موضوع سياسي، كان موضوع وطني بالضبط. يعني يحاكي الوطن الكبير هو الوطن العربي طبعا. فقدم لي الجملة اللي غنيت بها كان في من صميم بغداد. يعني كان مقطع هو أولى هلا لا ما اتذكرها لأن صار كثير يعني. بس هو يعني قدر أن خبرته وتجربته بالفن وسماعه للفن العراقي قدر ياخذ وصله من المقام العراقي اللي هو نسميه الخنبات، طور اسمه الخنبات. نعم. فأنا استغربت لما عمل هذا الموضوع. حتى وليد فايد لما قال لي هاي الجملة قلت له كيف عملها، كيف سواها يعني، لأنه كثير محلية. فعلا. ففعلا كان يعني عمل إنجاز عظيم، وفعلا كنت أنا سعيد أول مطرب عراقي يدخل هل صحيح كان مطروح اسم سعدون جابر أيضا؟ أنا اللي يوصل لي إنه يعني كان إنه كاظم الساهر. بعدين أنا ترشحت وراء كاظم الساهر لأن كاظم الساهر رفض لأسباب أنا ما أعرفها. بس سعدون جابر ما أعرف أنا هذا الموضوع يعني. أوكي. على كل حال ما وصل لي يعني. جميلة بصوتك كمان. أسامة، من خلال تعاونك مع فنان العرب محمد عبده، أول شيء احكي لنا عن هالتجربة. وبيختلف الموضوع لما تكون مع فنان بهالحجم؟ أكيد طبعا. يعني أولا اسمه وفنه يعني مسؤولية طبعا. وانا يعني حظي معاه ان يعني ما اشتغلتش معاه الحقيقه البوم. بتمنى طبعا ان اشتغل مع البوم او اغنيه حتى في البوم، بس اشتغلت معاه حتى في السعوديه اغاني خاصه كتير. هو يمكن ما كانش عارف، كان دايما يسال مين الموزع ده، انتوا سجلتوا مع مين في مصر؟ وانا بكون وزعت هناك في البلد نفسها يعني او في دبي. فلسه قريب كان في دبي او من حوالي كام شهر يعني. المرة الثانية ديت كان جالي المكتب في المكتب بتاعي، فطبعا حاجة جميلة جدا الأستاذ فنان العرب موجود عندي يعني. في نفس الوقت برضه زي ما قلت لك بتبقى مسؤولية كبيرة قوي، فلازم أعمل له شغل كويس قوي بحيث يبقى هو مطمن يعني. فالحمد لله يعني عجبه الموضوع. كانت النتيجة مطمئنة؟ جدا الحمد لله. يعني ممكن تطلع على تعاون تاني معه؟ اتمنى طبعا يعني. وعايز اقول له مش هتندم يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني التعاون بيستمر اكيد. مهند، لما نذكر الاصوات العراقية البعض بيقول في تشابه، يمكن الأغنية العراقية تاخدنا إلى صوت تقريبا بنشوف إنه كأنه بيشبهوا بعضهم بعض الأصوات. الآن صار هذا الموضوع، قبل ماكو يعني. الآن لأن بعد الأزمة اللي صارت على العراق طبعا كل أزمة تفرز إفرازات سيئة وإفرازات إيجابية. اللي صار على الفضائيات، من خلال الفضائيات طلعوا مسميات يعني حتى ما لهم تسمية يعني، ما أريد أسمي يعني حتى مغني أو مطرب، هاي كبيرة يعني على الموضوع. فطلعوا ناس مع الأسف أساءوا إلى الأغنية العراقية. فبالتالي لما الناس تشوف ناس إلها الظهر
يعني احنا عندنا تاريخ عظيم من مطربين السبعينات طبعا. اصوات يعني من اجمل الاصوات العربيه. طبعا. فهذول الاصوات بالسبعين ما حد يعرفهم الان، يعرفون اللي الظاهر، ومو مشكله الجمهور طبعا، مشكله الاعلام العراقي. فلما صارت هذا الايقاع نفسه اللي انفرض على الساحه بعد الازمه اللي صارت، فصار تشابه بالاغاني. هذا يسموه احنا عندنا فلكلور شعبي، يعني الاغاني من الجنوب. فهذا الايقاع طغى عن الاغنيه العراقيه. الاغنيه العراقيه بها الوحده الكبيره، بها المقسوم، بها الجورجينا، بها ايقاعات لا تعد ولا تحصى. ولكن اللي صار الان، وحضرتك الحقيقه ما سمعتش الوحده والمقسوم غير مع كاظم الساهر، الناظم الغزالي. انت طبعا يعني انا عندي اغاني كثيره وحده كبيره، بس الان الوضع اختلف. فهذا اللي ذكرتيه صحيح، هو تشابه، بس هذا ما يمثل الاغنيه العراقيه. في اصوات اعتبرت، او في صوت اعتبر مدرسي بالغناء اللي هو كاظم، في نجوميه واضحه عند ماجد المهندس، في بعض المحاولات الجيده والجميله عند البعض الاخر، وفي تقليد لبعض الفنانين لبعض الاصوات. عم نحكي عن الاصوات غيرك، يعني لحتى يعني انت ضيفي اليوم، فعم نحكي عن اللي باقي كمان. مين بتشوف غير كاظم الساهر اليوم فعلا عم بيقدم شيء جديد وناجح ويستحق المكان اللي وصل له من بين الاسماء اللي ذكرت لك اياهم؟ وفي اسماء ثانيه، يعني في ماجد، في عادل مختار، في رضا العبد الله، في كثير من الاسماء. يعني احنا لما نريد نجي نذكر الاغنيه العراقيه، وهي مسؤوليه عليها، انا ما اريد اتكلم مثل ما اتكلم، لازم الاغنيه العراقيه هي مسؤوليه عليها. الاغنيه العراقيه يعني لما نشوف كاظم الساهر عنده اغاني عربيه وعنده اغاني عراقيه. صحيح. الاغنيه العراقيه لما يغنيها كاظم الساهر مبينه، ولما يغني اغاني عربيه تحاكي المجتمع العربي وكل الجمهور العربي. ولكن في خصوصيه الاغنيه العراقيه لما نريد نفصل الاصوات. مثلا عندنا لون شعبي اللي هو الفنان حاتم العراقي، من اجمل الاصوات الشعبيه اعلاميا مش واصل لك، مش واصل. هيدي المشكله اللي علينا نحن كمان. في اصوات عراقيه مع اللي ذكرتيهم مغمور حقهم اعلاميا، ولكن هم اصوات من اجمل الاصوات العربيه، ولكن ما وصلوا. فانا ما اقول لك منو اللي يصير، اللي يصير انه اللي يتمسك بالاغنيه العراقيه. اللي ما يتمسك بالاغنيه العراقيه ما بتعترف فيه مطرب؟ مو معترف له، هو مطرب. بس اكو خصوصيه في مطربين. بس انت كمان غنيت الاغنيه العربيه، يعني مثلا باغنيه بس في حس عراقي. ايه اكيد، بس في توزيع عربي، يعني اسامه ضف لك الخط العربي على الاغنيه العراقيه. احنا عندنا مقسوم بالعراق ايضا. نعمل مقسوم يعني ده اللي ضمن الاغنيه العراقيه. يعني انا ما اقول لك اللي يعني مو مطرب هذا، لا، اللي يغني اغنيه عراقيه. الجمهور العربي حتى في لبنان شو يحبون من الاغاني العراقيه؟ يحبون الاغاني العراقيه البحته، ما يحبون الاغاني اللي انا اسويها مثلا اللي قريبه مثلا على مصر، او يحبون اللون العراقي. مثل العيون، يعني قد ايه نجحت لراشد الماجد. نعم. بألحانك من اجمل الاغنيات اللي كل العالم العربي يرددها. يعني صحيح. غنى عراقي. هو الفنان راشد الماجد غنى عراقي. الخصوصيه لما تكون في، حتى مو بس الاغنيه العراقيه، في كل الاغاني العربيه. لما يعني فيروز على سبيل المثال، فيروز لحد الان تنسمع بطريقه عجيبه. صحيح. هذا يعني هذا مو سهل اجى. هذا اكو تخطيط، اكو حس، اكو فن، اكو عمق بالاختيار. ولذلك الان لحد الان لما تسمع فيروز تقول يا سلام الله، شنو هالاحساس. نوجه تحيه طبعا لفيروز اكيد. طبعا نوجه لها تحيه اكيد. انا قصدي الخصوصيه. انا ليش انا يعني هسه المطرب اللبناني لما يغني عراقي انا ما احبه. احب المطرب اللبناني اللي يغني لبناني بالضبط. ليش؟ لان هذا اللون هو مالكم. انا ما اقدر اسوي شيء. طيب بس راشد الماجد غنى العيون، ما حبيته فيها؟ لا بالعكس. ليش؟ لان راشد قريب سعودي او خليجي، قريبين على العراقي. ممكن يعني المهم انه يكون المنطقه بالضبط. التقاليد لا والله لا، بس كثير غنوا خليجيين، يعني غنوا عراقي بحكم المنطقه الجغرافيه وبحكم التقاليد والحس والشعر. بس لما انا مثلا اغني هسه مصري، ما ممكن اغني مصري احسن من المطربين المصريين. بس حتى لو اغني، اسامه بدي رايك بهالموضوع، بتوافقوا الراي ولا لا؟ بتشوف انه الصوت الحلو؟ انا بدي احكي بالنسبه للمطرب العراقي، عدا المطربين الباقين.
يعني ممكن التونسي يغني يعني مصري عادي، ما ينجح. عندك مشكله. لا ما عندي هو مشكلة. كمان عنده اعتراض بس العراقي. على انه كيفيه غناء الاغنيه العراقيه من غير اصوات لا الخليجي هو انا ليا تعليق. بالتحديد. يعني المطرب العراقي لما يغني غير لونه ما راح الناس يحبوه مثل ما يغني لونه. ممكن تنجح اغنيتين بس اللي حبوه اول مره عليه اغنيه. اسامه كان عندك تعليق؟ هو انا ليا تعليق علشان موضوع الاغاني اللي تسيء للفن العراقي يعني. هو في ناس فاهمه كويس قوي ان في كاظم الساهر، في مهند محسن، في مطربين قدماء كويسين جدا يعني، في ماجد المهندس يعني يعني قصدي اقول لك في جمهور فاهم كويس ان في الناس دي بتقدم فن كويس صح. يعني. فان شاء الله تروح وضعك كموزع موسيقي بتحس حالك انك مع تشوه الاغنيه عامه يلي بنسمع فيه، في اعمال رائعه وجيده وبتحمل مستوى موسيقي كتير حلو، وفي بعض الاعمال اللي شوي بسطت الاغنيه لدرجه انها اصبحت ما بيطلق بقى عليها مسمى اغنيه، شيء عم بيقولوا هلا هالصوت اللي عم بيغني. هل الموزع الموسيقي بحس حاله شوي منه مسؤول عن هيدا الموضوع قد مسؤولية الملحن يلي بيعطي أصوات ضعيفة ومنا مش ضعيفة، يعني أصوات لا تصلح للغناء، أو الشاعر يلي بيكتب كلام تافه منه شاعر، أو اللي بينص كلام تافه، أو يعني هل الموزع بمنأى عن هذا الموضوع؟ يعني ما فينا نحملكم مسؤولية لأنه الشق الآخر بيحمل مسؤولية أكبر؟ والله هو أنا بالنسبة لي يعني في ساعات في ألحان ما بحبش أعملها، يعني بحس إن يعني الموضوع كله توتال فاشل فببعد عنه يعني بترفض. مطرب الإغراءات المادية ما بتشكل عندك ما هو في الآخر الاسم يعني في الآخر يعني أنت في الأول اسمك يعني مش في الاخر يعني من اولها يعني قاطع لو الموضوع. ما اشتغلتش كويس يعني لو ما عملتش شغل كويس مش يعني كله هيحسب يعني كله في السي في موجود يعني. ف يعني في ناس بتطلع عليا ان انا بتاخر شويه في الشغل بتاع مش عارف ايه، بس ما هو في صالحكم الشغل يعني. لما بتاخد وقتك يعني. باخد وقتي عشان يطلع تطلع الاغنيه ترضينا انا الاول يعني. عينك على مين من المطربين لتوزع لهم؟ عيني على كل الحقيقه. طبعا ان شاء الله. طبعا بحكم اقامتك بدبي في كثير من الفنانين يعني يلي ممكن تفضل مهند. أسامة يعني مهما يكون اللحن يعني ضعيف الموزع ما يقدر راح يعمل شيء، راح يتعب الموزع. يعني التوزيع ما بيشقوا الاغنية، لا ما بيحمل اللحن اذا اللحن مش كويس. التوزيع يضيف. عندك الكلام نعم. بعدين يجي اللحن وبالتالي يجي التوزيع بعدين الاداء المطرب. هذول أعمدة إذا واحد وقع منهم الأغنية راح يصير بها خلل. بس في أنا اللي أقوله لأسامة مرات يجيك لحن مش لحن، يعني هو مش لحن زي شو يسوي له الموزع شو بده يعمل يعني. مثلا على سبيل المثال صحيح قصدي اللحن إذا كان حلو الموزع راح يرتاح، بحفز الموزع يقدر يعمل شغل حلو. بختام هيدا الجزء قبل ما نسمع أنساكم، هذا الجزء كله نسيان. انسيني وانساكم، نسيان للمشكل ونسينا كل الامور السلبيه، وان شاء الله بترجع لدبي وبخير وسلامه. واكيد بيسعدنا انك تكون كمان ضيفنا بحلقات قادمه مع الفنانين اللي عم بتحضر لهم حاليا. اسامه رح نسمع من مهند. طبعا انت اطلعت على الالبوم، اي اغنيه بتستوقفك وهي المفضله عندك؟ يعني بصراحة قال لك هو أنا بحكي بس إذا في يعني نية مهند شوية، أنا بحب نسيني، بعتز باللحن ده بصراحة. وأنا كمان بجد يعني. وتسمت على عنوان مش الألبوم؟ عشان أنا موزعه والله بجد. لا أنا كمان والله أنا أحبها كلش والله. فعلا الأغنية عزيزة. حملت عنوان الألبوم يعني، وهيدا الشيء بيميز الأغنية دايما. الملحنين عادة بيشترطوا في بعض الملحنين بدك تسميها عنوان الألبوم أو بدك تصورها فيديو كليب. عصير تصوير الفيديو كليب شو؟ انسيني حكينا قبل شويه على التصوير. اي يعني حلو بس كان اطمح انا يكون ما حبيت التجربه. مو ما حبيت التجربه. حكي بالكواليس انه مهند مش راضي كثير عنك. لان عادل يعني هو رجل من حقيقي اول شيء عادل سرحان مشكور يعني. طبعا بس فعلا في اشياء انا كنت حابب اكون بالمونتاج،
يعني ما حضرت المونتاج الأخير؟ مو من المعقول أن المطرب ما يشوف المونتاج. هاي واحد. دعيت وما جيت ولا ما حدا دعا؟ لا تفاجأت هي على الهواء على طول. بالتالي في يعني في موضوع قبل اللقاء حكينا انه المخرج لازم يعرف قيمة الفنان، حجمه الطبيعي، بانه يعرف هذا فنان حقيقي. لما يعرف انه هذا فنان حقيقي راح شو كنت غيرت بالكليب؟ ولو شغلة واحدة اللي شو اللي كنت بدلته فعلا؟ لا يعني كان على الاقل في تركيز علي، لان انا اول مرة مع روتانا، وهذا يعني كان مهم جدا. كان لازم صورتك تكون أوضح. صورتي أوضح طبعا. ويعني كانت الفكرة بعد تكون نتعب عليها أكثر. إن شاء الله بالكليب الجاي. أسامة بدك عايز أقول إن في واحد معانا جندي مجهول كان معانا في العمل ده. إن في واحد معانا جندي مجهول كان معانا في العمل ده اللي هو وليد النجار. الحقيقة تحية وليد النجار طبعا. ذكرني دائما جندي مجهولة. يعني من أكثر الأشخاص اللي بيعرفوا خفايا الصوت، وممكن مهندس الصوت يكشف الفنان وممكن يخبي ويستر عليه. بس أنا أردت أحيي بالأخير طبعا، لازم أحيي، معني مو ناسي أكيد الوليد النجار، نوجه له تحية لأن فعلا تعب وياي بشكل مو طبيعي. يعطيه العافية، يعطيه العافية، واسمه يعني واضح بأنه شاغل بالألبوم. مرة جديدة أسامة بدي أشكرك، وبحضورك رح نسمع مهند بأغنية أنساكم، كلمات كاظم السعدي، ألحان مهند محسن، والتوزيع الموسيقي لنشوان طلال. تفضل مهند. وعشرة عمر وياكم، شلون اقدر انا انساكم، عشرة عمر وياكم، راحت سنين من العمر وانتم تقولون انتظر، ما ظل بعد عندي صبر، ما ظل بعد عندي صبر، يا ويلي من فرقاكم، يا ويلي من فرقاكم. عندي صوت مو كنتو طايبين القلب، مو كنتو طايبين القلب، ليش الزمن قساكم، ليش الزمن قساكم. عشرة عمر وياكم.
مع حبي مكملة معكم مع النجم مهند محسن من العراق واحتفالية ألبوم إنسيني. مهند، علاقة الفنان بالإعلام بتاخد دايما حيز مهم من برنامجنا، وبأي لقاء يعني دايما الفنان يسأل عن علاقته بالإعلام، إذا كانت علاقة صحية بين الأخذ والرد أو مقطوعة أو فيها تجاذبات، وهي دايما فيها تجاذبات إن كانت إيجابية بكل جوانبها. كيف بتعنون علاقتك مع الإعلام؟ أكيد علاقتي يعني طيبة مع الإعلام، بس في يصير مشاكل وترجع، وهكذا هو هذا الحال مثل ما تفضلت يعني. علاقتي أنا طيبة مع الصحافة، ولكن قلت لك أنا يعني فترة يعني كنت مقل بالصحافة والإعلام بسبب الظروف يعني اللي صارت يعني علي وعلى العراق بصورة عامة. فإن شاء الله من خلال مع حبي ان شاء الله راح تكون علاقتي اكبر مع الصحافه. رح ننتقل مباشره، ما رح ناخذ بقى وقت هون، ننتقل عند الاساتذه حتى نبدا معهم الجوله الصحفيه. يلا تفضل. مساء الخير، اهلا وسهلا بالاساتذه موجودين معنا الليله. رح نبدا مباشره الجزء المخصص للاعلام والصحافه معكم، وبنبدا من الاستاذ ظافر جلود من العراق. اهلا وسهلا فيك، وحضرتك ممثل مجله جواهر بالامارات. اهلا وسهلا. مساء الخير. شكرا جزيلا الاخ مهند، طبعا مبروك النجاح للبوم. البوم صار له فتره يعني في السوق، الحمد لله يعني حسب الاحصائيات نتائج جيده. مبروك يعني الطله الجديد هاي لك في السوق وفي برنامج مع حبي مع الرائعه جمانه. انسيني البوم هو يعني خرج الان بعد مخاض طويل او صبرك اولا وصبر الجمهور العراقي عليك. فهل تعتقد انه ولدت لديك لحظه واحده أو قناعة واحدة أن الأغنية المهاجرة غير قادرة على الاستجابة أو غير قادرة على التواصل مع الجمهور في الداخل؟ لا، يعني الأغنية العراقية بعد الأزمة اللي صارت على العراق بدأت تأخذ مجال أوسع، إطلالة جديدة حتى بالكلمة وباللحن وبالتوزيع. وإحنا محتاجين كنا هذا الموضوع، لأن اللي بالداخل الآن بالعراق ما يعرفون أخبارنا إلا عن طريق القنوات الفضائية اللي موجودة مثلا بالوطن العربي. الأغنية الآن أحسن من قبل. ليش؟ لأن كان أكو تعتيم إعلامي على مو بس الفنان، على المجتمع العراقي ككل. فالآن بدأت الأغنية تتوضح للجمهور، تتوضح حتى مو بس للجمهور العراقي، تتوضح للجمهور العربي. هذا اصلا يجيبنا الى سؤال ثاني. يعني السؤال الثاني هو على مدى مراحل الاغنيه العراقيه، بدءا من يعني من كل انواع وكل الوان الاغنيه العراقيه. كانت الاغنيه العراقيه تنقل الاحساس الحقيقي، كانت تنقل الضمير، تنقل يعني كل احساس الانسان العراقي. هي بما يسمى بانه اغنيه حزينه، لكنها كانت شفافه وكانت صادقه بكل معانيها. هذه المرحلة جاءت بعدها مرحلة التسويق الإعلاني للشخوص. نعم. للشخوص في الأغنية العراقية. نعم. المرحلة الثالثة وهي الأسوأ، جاءت الأغنية العراقية إلى فساد الذوق. نعم. فهذا يعني هل هناك بدأ يعني سقوط للحن العراقي، للكلمة العراقية، للمطرب العراقي، باستثناء بعضه يعني بالاستثناء بالمقابل نشمل طبعا. انت كلامك هذا صح، بس بالمقابل في ناس حاملة على اكتافها الأغنية العراقية على عدد الأصابع. إذا احنا نريد على عدد الأصابع على الأقل، إذا الأغنية على عدد الأصابع اللي موجودين الآن يقدمون رسالة الأغنية العراقية، فاحنا بخير. اللي حكيته صح، في كانت أزمة بالأغنية العراقية، بس هذا لا يعني انه في ناس جيدين، في ناس مبدعين قدموا الاغنيه العراقيه بالشكل. ارجو بانه الجمهور ينتبه لهذا الموضوع، وهاي ما تمثل الاغنيه العراقيه اللي يشوفوها الان، الاغاني السلبيه اللي فتره ورا الازمه ما طلعت. السؤال الثالث،
سيدي العزيز مهند، أنه أنت أعطيت أغنية إلى الفنان راشد الماجد، وهي أغنية يعني اشتهرت وقدمتك بشكل جميل جدا. هذا يأتي سؤال: هل أنت سوقت نفسك كملحن للجمهور العربي؟ هل هناك ضعف في بعض ألبوماتك مثلا أو في بعض وسائل الإعلام أنها لم تقدم مهند محسن كملحن بل كصوت؟ مو ضعف ألحان، ولكن في ضعف تسويق كان من الشركات. وأني فعلا سوقت نفسي كملحن عن طريق أغنية راشد الماجد، لأن كان هذا الباب الوحيد اللي مفتوح إلي، فقدرت أوصل كملحن للعرب قبل ما أكون مطرب. أنا واصل للخليج كمطرب وملحن، بس لما صارت أغنية العيون فتحت لي أبواب كملحن، وأنا كنت محتاج هذا الموضوع. ليش؟ لأن كان الإعلام جدا فقير من خلال الشركات اللي أنا كنت بها. الآن إن شاء الله راح يكون الوضع مختلف. خلاص. أهلا وسهلا فيك. شكرا استاذ. لو من بعد ما نخلص مع الأساتذة بدي أقول لك، لو سمعنا العيون بصوت مهند كيف كانت رح تكون، رح نسمعها منك من بعد ما نخلص مداخلات الأساتذة. ننتقل عند أستاذة إليان الحج من جريدة السياسة الكويتية. مساء الخير لك جمانة. مساء الخير مهند، أهلا وسهلا فيك طبعا من لبنان، ومبروك العمل. أنا عندي بعض الملاحظات طبعا تباعا للي سمعناه بالحلقة اليوم. سمعنا العمل، سمعنا بعض الأغنيات منه، ولكن من خلال العناوين منلاحظ أنه العمل إذا بدنا نوصفه بغض النظر عن أغنيات هذا الحلو، هو عمل بشكل جرعة حزن مركزة إذا فينا نقول. يعني فينا نقول منيح جمانة لابسة أخضر اليوم، يلي هو اللون يلي بيمثل شكر القلب، لحتى هيك نقول أوقات الحب كمان فيه فرح. فليش الحزن هالقد؟ يعني تتخيلين اللي صار على العراق شوية؟ يعني أكيد لما أنا دازت أحاسيس كأني كعراقي لما أغني، يعني هل من المعقول أغني لدرجة الفرح؟ ما ممكن، يعني من غير المعقول يمكن لدرجة التفاؤل، لأنه الحزن يمكن بيولد عنا حاجة للفرح، ونحن بأمس الحاجة لنحس بالفرح. يمكن هالفرح بعيد الفرح للأماكن اللي فيها حزن. أنا معك، ولكن الأغنية العراقية إضافة للي ذكرتي، الأغنية العراقية هي أساسا إذا ما تكون حزينة ماكو أغنية عراقية. هي الأغنية العراقية بها الكلمة الشفافة الحزينة واللحن هذا الجميل اللي بيحس وعمق. فأكيد الأغنية العراقية هي الحزن جزء لا يتجزأ من الأغنية العراقية. نعم. السؤال الثاني، سجلت بأول الحلقة عتب على شركة روتانا، يمكن يضاف إلى كتار مش على التلفزيون على البث طبعا، وهو راح يزاد يمكن على كل الملاحظات اللي بعض الفنانين كمان بيسجلوها، كل ما بيطلوا ضمن حبي. الله يساعد روتانا بدنا نقول. بس شو كان هدفك لما انضميت إلى روتانا؟ هل للانتشار الأوسع؟ هل للإنتاج الأضخم؟ هل حتى صورتك توصل، أو يمكن برستيج أنه أنا فنان حاضر بشركة كبيرة، لحتى سجلت عتب على عدم ظهورك بكثافة على الشاشة؟ لا، الثالثة ما أعتقد على مود أنه عشان برستيج، لأن شركة روتانا شركة كبيرة، كل فنان يعني يطمح أن يكون فيها. أولا يعني أنا حبيت أدخل إلى شركة روتانا لأن شركة فعلا تحترم الفنان، تعطيه حجمه الحقيقي. الثاني الإنتاج، من حق أي مطرب أو أي فنان أن يكون عنده إنتاج ضخم. هذا يعني طموح مشروع أن يكون عنده إنتاج مثل شركة روتانا لما تعطي الإنتاج القوي. فأنا الاثنين أكيد على مود هذا الشيء، بس الثالث ما أعتقد أنه برستيج، لأن أنا أريد أصير مع روتانا. بالنسبة للكليب يلي صدر كمان، كنت بتتمنى مثل ما ذكرت بالحلقة انه يكون في تعب على الفكرة اكثر. الكليب اخراج عادل سرحان، ونحن بنعرف انه هالمخرج بالذات بيركز كثير على الصورة النظيفة الفنية، يعني ما بيستعمل الإغراء، ما بيستعمل أي شغلة مسيئة لنظر المشاهد. ليش ما اشتغلتوا على الفكرة
اكثر قبل ما تصوروها لحتى اجت النتيجه مش كثير مثل ما انت حابب، يعني كان فيك تشترط او تقرر على بعض التفاصيل توافق عليها قبل، مش هيك ما تعجبك. الجزء الاخير من سهرة مع حبي مع مهند محسن، بهيدا الجزء رح تكون مليانه غنى وكلام وكتابه كمان، يعني بدنا نجمع المسموع والمقروء والمرئي بالجزء الاخير. مهند، قبل ما نشوف شو وقعت على الغلاف، طلبوا منك الزملاء، زميلتنا اليان طلبوا منك اغنيه لبنانيه، مطلع اغنيه بصوتك. نوعدنا كمان بمطلع العيون اللي لحنتها للنجم رشد الماجد، واللي بتحب تقوله غير هول الاغنيتين من اختيارك عربيا. نعمل هيك مثل مدلي حلو. نبدي باللبناني طبعا. مثل ما بتحب. اكيد. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دفي الهوى إني عالم. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دفي الهوى خدني عالم، وخدني عالم أنا أحب هاي الأغنية طبعا، بس أنا لو صدقوني لو حافظها كان أغني أكثر. صادق، نحن بيكفينا ولو مقطع كمان. خلينا بعقد ايه اسمعوا بصوته كيف تطلع العيون، بما انه لهجه بلدك العراق. بتعطينا اغنيه عربيه قبل، وهيك اخر لفته بتكون من اغنيه العيون. شو بتحب؟ اي اغنيه بتستوقفك من الاغاني العربيه؟ يمكن تكون مصريه، في أغاني خليجيه، لبنانيه. كثير أغاني، في إبداع، في أغاني كثير تعجبني، ويعني يعني أتأثر بها فعلا، وفي يعني متعوب عليها. بصراحة كثير ما أقدر يعني أقول لك الأغاني، حتى لا يزعل علينا الصحفي يقول ما يعترف بملحن، بالعكس أنا في ملحنين كبار أعزهم واحترمهم. شو بيجي براسك هلا على بالك هيك دغري مطلع أغنية؟ عم بيقولوا لك أبو وديع. علا شو؟ يلا ما ضل هنا بلبنان اليوم لازم أبو وديع. يا لعيسى قد سألت الركوب، يا لعيسى قد سألت رواكم ما الفرق بين مثلث وموحد. إني بقرآن عرفت مسيحكم، وفي الإنجيل رأيت وجه محمد. ويلا 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 يا ويلا يا ويلا يا ويلا، وحدي أنا والكاس والدمع في عيوني، نامت عيون الناس، نامت عيون. ليلة وداعك بكتر مياس، وغنت معك على حنياس. يا ويلي رايحة وجوعة الغمرة عخصر اللف الزنبق شميلي، خدلي ليالي كل عمرها بعد ليلي مثل هالليل. ليلي لو يواعدني الهوى أسبق معادو، أسبق معادو، أو يروح لبلاد بعيدة بلاده، أروح بلاده. لو يوعدني الهوى معادو، أسبق معادو، أو يروح لبلاد بعيدة
بلاده أروح بلاده لو يغيب الحب أدور عنه في اليوم والسنة بس دين الحب يا قلبي وفين انت وانا غرام بس دين الحب يا قلبي وفين 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 انت شكرا جزاك. سلم معكم من خلال هالأغنية من حي أبو وديع هاي يلي الأغاني دايما يعني أعشقها بصراحة، وأعشق لبنان وأعشق جمهور لبنان وأعشق كل كراون لبنان. أهلا وسهلا فيك مهند وعاطفتك الجميلة. خلينا نشوف شو وقعت على الغلاف قبل ما نقول مطلع العيون. منشوف وقت قبل ما تتوجه للاستوديو توقفت عند الصورة اللي عليها أسهم كتير. في أسهم كلها باتجاهات، أسهم محبة. من مين سهم المحبة واصل لك؟ من روتانا. وإذا كان سهم غدار من مين؟ لا ما في سهم غدار. ما في. عندي يعني حصانة. قرر يصير عنده حصانة. أنا مع روتانا خلاص. شو توقيعك مهند؟ طبعا للجمهور التقدير والإخلاص والاحترام للجمهور. نعم. وكتبت بعدها إلى روتانا. إن شاء الله دايما بتوقع وبتكون سعيد باحتفالات ألبومك. قبل ما نسمع منك العيون بدي أخذ من وقتك 30 ثانية. بيبدو الأغلفة بغلافك بس تحت هيدا الغلاف ما بتعرف الأغلفة اللي موجودة. بدي على كل غلاف على صورة كل فنان من هالأغلفة اللي موجودة تكتب شيء بتشوفه بالفنان أو بمشواره أو بأغنيته أو بموقعه على الساحة. بلش من عندك. بلش من عندك. بهالوقت يلي أنت عم تكتب فيه بدي وجه هون تحيات لكل اللي شاركوا معنا بهالحلقة من أهل الصحافة والإعلام، من الجمهور اللي تبعنا، من الأساتذة الموسيقيين اللي رافقونا الليلة، وكمان لضيفنا اللي كان معنا أسامة سعيد يلي استوقفني هيك جملة قال إنه ما بيهمه إنه كتير يدخل إلى المعمعة الغنائية اللي من على مستوى، لذلك يختار بعناية كيف يتعامل مع الأغنية وبالتوزيع يطل بس بالعمل اللائق والراقي. مهند بعده عم يطلع فيه بعد ما كتب على ولا غلاف. ايه بهالوقت يعني كنت بعبي لك الوقت انا وعم غني بس انه صوتي ما بيساعدني، فاللي بعرف اعمله هو الحكي يمكن اكثر. كمان بدي اقول انه الاسبوع الجاي رح نطلع عليكم كمان باحتفاليه جديده من البومات اللي عم تتصدر يعني الساحه الفنيه، البومات عديده. انا بحب اخذ شويه، مش ضروري صمت، بس انه حلو ناخذ ردة فعله لمهند. هو عم يكتب على كل صوره وعلى كل غلاف. هلا رح نكشف مين هن نجوم الغلاف وشو كتب. رح استلم انا اللي وقعت عليهم. مهند استلمهم منك اللي وقعت عليهم، هيك من سرع شوي الموضوع. شو بدك تغير رايك شو كتبت؟ اوف اوف. شو مهند فيك تكون اسرع شوي؟ لانه على الاسرع بيكتب اكثر دغري، يعني الاحساس دغري. انا كنت بدي اعطيك اياهم بالفاصل بس يعني حتى نكون كمان بمصداقيه على الهوا هيك تما يكون الموضوع كانه محضر، لانه الموضوع منه محضر. رح ابدا بالغلاف يلي حمل صوره مهند، كتب عليه على غلافه الاحساس العراقي. هلا اللي بتأيدوه بتزقفوا عليه، واللي ما بتأيدوه ما بتزقفوا عليه.
تأيدوا انه انت الاحساس العراقي. بس بدي يعني اسالك لانه شوي الخط عندي مش كتير واضح. على غلاف رضا العبد الله شو كتبت؟ مثابر رضا. كمان بيوافقوك. اخر 3 اغلفه. ماجد المهندس كتب له مبدع. عادل مختار مطرب عراقي. كاظم الساهر الفنان الكبير. اسمع منك جرحي هالاغنيه اللي بتاخذنا الى الشجن وهالجو يلي تعودنا كمان عليه من خلال البومك، غير انه كمان نوعت باغنيات كمان ايقاعيه حمله الفرح. جرحي كلمات علي السيد، الحانك والتوزيع الموسيقي لشاكر حسن. والجزء الجاي رح نسمع منك جزء من اغنيه لبنانيه وجزء من اغنيه العيون لراشد. تفضل. نسيتني حروف القلم نسيتني أشتاق لك نسيتني حروف
انساه، ما كنت اظن اني وهم جرحي تجاوز كل ألم. خلينا نفوت بجو العراق بالعيون هلا قبل ما نختم مع اغنيه وفات، لانه كمان بدنا نختارها من البومك الاخير. خلينا نذكر مين كتبها ومين قام بالتوزيع. اغنيه وفات كلمات غازي السعدي، الالحان لإلك مهند، والتوزيع لشاكر حسن. نسمع منك العيون وبعطي اخر كلمه لإلك قبل ما تغني وفات. ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي، سود العيون كبار وهالشامة حلوة، شايل جمال لبنان وباليني بلوى. هالعيون شلون املها سحر ذوبني مغزلها، بوسه من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها، تسوى عندي الدنيا كلها. هالعيون شلون املها سحر ذوبني بغزلها، بوسه من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها، تسوى عندي الدنيا كلها. لا 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 يا ضوى عيوني وحياتي، يلا بقدم لك هدية، اطلب شبارد مني قول وتدلل عليا، قول وتدلل عليا. يا ضوى عيوني وحياتي، يلا بقدم لك هدية، اطلب شبارد مني قول دلل عليا، قول وتدلل عليا. انت مني وانا منك مستحيل ابتعد عنك، انت مني وانا منك مستحيل ابتعد عنك. ابتسم يا بعد عمري ضحكتك ماكو مثلها، العيون شلون منها سحر ذوبني بغزلها، بوسه من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها، تسوى عندي الدنيا كلها، تسوى عندي الدنيا كلها. سلم تمك مهند، سلم تمك مهند. سمعنا ألحانك وسمعنا ألحان غيرك بصوتك وسمعنا ألبومك، مجمل الأغنيات طبعا حوالي 6 أغنيات من الألبوم الجديد. نتمنى النجاح يكون معك والتألق والحضور الإعلامي يكون أكثر وأكثر. وأنت مطرب وملحن وصوت جميل، نحن سعدنا بأنك كنت ضيفنا الليلة. كلمة الأخيرة لك قبل ما نسمع وفات. طبعا بالبداية بالنهاية أشكر الجمهور الراقي. هيك حب الحلقة بدي يرجع يعيدها عن جديد، عم بيقول بالبداية. فعلا الجمهور العراقي واللبناني بنفس الوقت. أشكر كل اللي بيشوفونا من خلال شاشة روتانا، وطبعا أشكر الفرقة الموسيقية شباب يعطيكم العافية، وأشكر الصحافة اللي شرفتني اليوم. طبعا جمانة أشكرك جدا على اهتمامك لما جينا بيروت، كنت كثير مهتمة بالموضوع، وفعلا أنا كنت يعني سعيد بأنه أسوي هذا اللقاء، ومن زمان ولو تأخر بس الحمد لله طلعنا بنتيجة حلوة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله على طول بتضلك منور. نختم معك مهند ووفات. تصبحوا على خير، لقانا الأسبوع الجاي. تفضل.